أجمل ما في الكورة اختلافات وجهات النظر، قد تتفق أو تختلف على أي مدير فني، ولكن النادي الأهلي يمتلك مدير فني مفيش اتنين يختلفوا عليه. مارسيل كولر الحقيقة ذو إمكانيات عالية جدا فنيا وتكتيكيا في الملعب. أصبحت المنظومة مع مارسيل كولر قبل كل شيء، الالتزام قبل الموهبة. لا يوجد مكان لأي لاعب متقاعس. النادي الأهلي من بعد خسارة 5 من صن داونز وهو قطار جامح امام الجميع. مارسيل كولر صانع القرار داخل النادي الاهلي، فاز على الرجاء المغربي 2-0 داخل استاد القاهره، والنادي الاهلي ما كانش في احسن حالاته. هديك اعذار، طالعين من رمضان، طالعين من العيد. النادي الاهلي يمتلك اتحاد كوره داخل البلد الحقيقه مديله كل سبل الراحه، مخليه يعني مرفرف كدهوت. اللعيبه بصراحه يعني من كتر الراحه مش قادره تقف على رجليها. 2-0 وده فوز مهم في الكوره وكبير، تقدر تبني عليه في العوده، تقدر هناك ان انت تقف على رجلك وانت عندك الافضليه. طبعا 2-0 نتيجه كبيره في الكوره. ازاي محمد عبد المنعم يكون هو المهاجم